اعزائي المشاهدين، مسا ازاي تطلع صوره زي دي؟ اول حاجه العده المستخدمه كان نيكون زد 5 مع لينس 50 مللي جي وفلاش في 1 من كوداكس. ومش الفلاش نفسه اللي كنت مستخدمه، كنت بستخدم الليد بتاعه اللي هو ده الليد ده بالنسبه لي انا بستخدمه اوقات كتير اكتر من الفلاش نفسه. يعني صراحه الليد ده جامد، اختراع. ونشكر شركة كوداكس على هذا الليد المتفاهم معانا في الأوقات الصعبة وفي كل حاجة. أول حاجة إعداد الصورة كان شطر 1/50 فتحة عدسة 3.2 على لينس 50 مللي. الأيزو اللي كان مستخدم كان 1250 تقريبا، ومحدش يستغرب إن أنا رافع الأيزو عالي كده أنا معايا ميرورلس، فعادي يعني نرفع الأيزو براحتنا، إحنا مش ناس لسه في الدي اس ال ار والجو القديم ده. عشان كده كنت بنصح ناس كتير لو هتجيب عدة جديدة هات دي اس ال ار، ما تجيبش ميرورلس، لأن ده يبقى أفضل لك وأحسن لك وأروق لك. انت بتستخدم حاجه في اللايت، فاهمه انت بتعمل ايه وبتعرف وعندك قدره كويس قوي انها تعالج الصوره، فانت هتبقى مرتاح صدقني. الكلفن هنا كنت عامله على 3350 ومحدش يستغرب، لان الفلاش الفي 1 الليد بتاعته بتبقى صفرة جامد قوي، فعشان توزن الابيض لازم تنزل بالكلفن جامد. وفي نقطه كده عايز اقولها، مش عايز اتكلم عليها دلوقتي، كنت عايز اعملها فيديو لوحدها. انك لو وصلت للكلفن بتاع الفلاش بتاعك وقت الضرب بقى، مش الليد اللي هو موجود، لا الفلاش اللي هو وقت الاستخدام بتاعه العادي، لو قدرت توصل للكلفن صح بتاع اللمبه بتاعه الفلاش بتاعك، انت هتطلع الوايت بالانس مظبوط من غير اي حاجه. ودي حته كده كنت عايز اعمل لها فيديو لوحدها واعمل لها شرح اصلا لوحدها، بس يلا نحطها في الفيديو بما انها لسه راجعين. اتجاه الاضاءه كان نظامه ازاي؟ انا دلوقتي عندي عنصرين في الصوره، كان الاضاءه بمستوى الكتف بتاع العنصر الابعد عن الكاميرا متوجه للعنصر الاقرب للكاميرا، بمعنى ان الاضاءه واخده اتجاه انها تبقى رايحه على العنصر الاقرب للكاميرا، بس هي بمستوى الكتف للعنصر الابعد للكاميرا. انا عارف انها فيها لفه شويه كده، بس انا هبسطها لك. بص، انت دلوقتي العنصرين ورا بعض تمام، الاضاءه بتبقى بمستوى الكتف العنصر اللي ورا، بس هي متوجهه على العنصر اللي قدام، فده اللي خلى ستايل الاضاءه تبقى طالعه بنفس النظام اللي انتوا شايفينه ده كده. بعد كده الوزنيه بتاع الكادر، وزنيه الكادر دي كانت مهمه. الحته دي كنت متعلمه شويه من الناس كنت بتفرج عليهم، اللي انت تخلي كل حته في الكادر البورتريه بالذات تبقى جزء لوحدها، تبقى صوره لوحدها او حته او صوره تتقص لوحدها. وكانت دي صعبه شويه، بس الى حد ما قدرت ان انا انفذها. ومع الوقت الموضوع ده ما بتمارسه اكتر بتحس ان الصوره بتاعتك رايحه في حته تانية خالص، والحته دي بتبقى جامده قوي الصراحه. واهم حاجه واخر حاجه في الصور اللي زي كده، ما بتعتمدش على اي اضاءه حواليك، بتحاول تضلم الدنيا على قد ما تقدر عشان تستفاد من توجيه الاضاءه بتاعك اللي انت عايز تعمله. وفي الاخر متنساش تصلي على النبي في كومنت، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية كتير جايه، وسلام يا جدعان.